شاهد الفيديو للنهاية. اليوم بوريكم مقطع واحد يمني لأول مرة يدخل السعودية، بيحكي لكم قصته ومغامراته. يعني أمانة أنا من الضحكة شفتها أكثر من 5 مرات ولا مليت. شاهد الفيديو للنهاية لا يفوتك. مرة دخلنا السعودية أنا والعيال، بعدين عاد أنا أول مرة أدخل السعودية. جينا على واحد سعودي أنا إبراهيم، وإحنا جالسين إحنا أسبوع ما نشتغلش. قال يا شباب تشتغلون؟ أنا نشتغل وإيش؟ قال والله أبغاكم تدقوا لي غرفة. قلت له أبشر إحنا حق الدقدق حتى باليمن ولا نخلي حاجة. قال إبراهيم كيف؟ قلت له أنا أشتغل ندق ما اللي شوق علينا ندقدق وبعدها استلم لك، حتى لو دقدق لما نستلم بياس. قال لي روح خذ أغراض هذه حق العدة هذه اللي بتكسرونها. قلنا أنا ابشر. أروح لعند صاحب المحل قلت له يا أخي اشتي منك زبرة. ما هي؟ زبرة. يقول ليش الزبرة هذه؟ قلت له والله زبرة اللي يكسروا بهذه المطرقة اللي يكسروا بالحجار. قال لي والله ما. قلت له طيب شاكوش، يخرج لي شاكوش حق مسامير. يرجع إبراهيم حصل حباب بين جنب والدي، قال له من هذه؟ ما أنا داري ما يقولوا ليه. شلنا الزبرة رحنا كسرنا. عملوا الظهر العيال أصحاب ريما وأصحاب هذا إبراهيم معاهم، قالوا يلا تروح تدي إحنا غدا الآن. يا جماعة أنا عادنا أول مرة ما قاعد دخلت. عادنا الأسبوع. تهريب إيه تهريب. قالوا يلا ما بقول تروح عشان العبد اللي إحنا غدا. قال أمري لله. أروح المطعم أشيل 2 علاقية دعاية رز خبز و2 حبات كندا أم الأيتام. أم الأيتام الكبار هذيك كندا. BBC كندا أم الأيتام عائلي. أيوة عائلي.